كل سنة وانتم طيبين. يلا بينا نعمل بقى الكحك اللي بيدوب في البق يدوب. هنجيب بقى هنا كيلو دقيق متعدد الاستخدامات او دقيق متخصص للكحك والبسكوت. هنحط بقى عليه 3 معالق سمسم محمص، نص معلقة صغيرة ريحة الكحك، 3 معالق سكر بودر، 3 معالق لبن بودر، نص معلقة بيكنج بودر، وهنقلبهم كويس جدا وهنحطهم على جنب. ونبدأ بقى يا حبايبي هنا نعمل بقى هنا الخميرة بتاعتنا. 3/4 كوباية مية دافية على لبن دافي، يعني كلهم 3/4. هنحط عليهم معلقة خميرة فورية كبيرة ومعلقة سكر ناعم ونقلبهم. وهنا هنجيب 600 جرام زبدة، هنسيحهم أو سمنة على زبدة براحتك، وهننزلهم على مرتين هنا، وعشان خاطر كل الدقيق يشرب من السمنة بتاعتنا، وهنحط عليهم ريحة الموز وهنقلبهم كده كويس جدا. وهننزل بقى عليهم ب3/4 الكوبايه الخميره بكم هي خمرت وبقت كويسه. اهم حاجه في الفتره دي يا حبايبي نبس بقى العجينه بتاعتنا كويس جدا، وبعد ما نبسها ونحط بيها على هنا الخميره بتاعتنا ونشوف بتشقق ولا ما بتشققش. فكده هي ما شاء الله تبارك الله هي كده جاهزه. انا هسيبها بقى نص ساعه لغايه ما نحضر الملبن بتاعنا. هنحط على الملبن بتاعنا معلقه سمنه بلدي ومعلقتين سمسم، وهنكورهم كده زي ما انتم شايفين. ما شاء الله تبارك الله العجينه بتاعتنا ناعمه وطريه وجميله ما شاء الله، بتدوب في البق دوب كده. نعمل بقى فجوه كده في الكحكايه بتاعتنا ونحط فيها بقى الملبن اللي احنا عاملينه كور كده وهننقشها. انا بالنسبه لي الكحك بالنسبه لي نقشه، اللي بيحب البصمه يعمل. ده شكل تاني، شكل الشجره حلو قوي. هنعمله كده رول، وبعدين نروح حاشينه برده بالملبن واحنا عاملينه رول، ونحط حته كده لوزن الشكل كده الجمالي. وما شاء الله تبارك الله حلوه قوي ازاي كده. احنا عملنا الشكلين، هنحطهم على درجه حراره 180 في الرف الاوسط. وما شاء الله تبارك الله طلع تحفه تحفه تحفه، دايب دوب كده ما شاء الله. الساده تحفه. وبصوا بقى اللي فيه ملبن ما شاء الله طاي ازاي وجميل جدا وناعم بيدوب في البق يدوب. يلا بقى كل سنه وانت طيبه. لاول مره اشوفني انا صح البدري، ولايك وشير.